من شحال هادي والانسان كيحارب في واحد العدو ما قدر يهزمو حتى شي واحد، الموت. لكن السؤال الحقيقي هنا ماشي علاش كنموتو، بل لماذا نخاف من الموت الى هذه الدرجة. الخوف من الموت ماشي مجرد خوف من توقف القلب او انقطاع النفس، واذا كان الامر بحال هيدا غيكون الخوف بيولوجي بسيط، ولكن الحقيقة اعمق من ذلك بكثير. الانسان كيخاف من فكرة النهاية وفكرة ان كل ما بناه وكل ذكرياته وكل الاحلام ديالو غتختفي فجأة. حنا ما كنخافوش من الموت فقط، بل كنخافو من العدم، ويولي الوجود ديالنا مجرد ذكرى ومن بعد كتختفي الذكرى ايضا. لهذا حاول الانسان عبر التاريخ باش يترك واحد الاثر، يا شي كتاب ديالو، يا شي بنايات ديالو، يا اطفال، يا انجازات. كأن كيقول العالم حتى اذا مت انا غنحاول نخلي شي حاجه منه. وربما لهذا السبب كان سؤال الموت مرتبط دائما بواحد السؤال كبر منه: ما معنى الحياه؟ في الحضارات القديمة الإنسان آنذاك كان كيبحث على إكسير الحياة، ذلك السر الذي يمنحه عمرا بلا نهاية. عند الفراعنة كانت التحنيط لمحاولة هزيمة الفناء، وعند اليونان القديمة كانت قصص الآلهة الخالدة انعكاسا لحكم الإنسان لنفسه. واليوم ما تغيرش الحلم، فقط تغيرت غير الأدوات. بدل السحر كاين المختبرات، وبدل الأساطير كاين الهندسة الوراثية. شركات كبار ومشاريع الذكاء الاصطناعي كتحاول تقصي واحد السؤال اللي جريء: واش يمكن لنا نقلو الوعي البشري ونخليوه حي رقميا؟ ولكن مورا هذا التقدم كامل يبقى السؤال القديم حاضر بنفسه: واش خصنا نعيشو كتار اولا كنحاولوا فقط غير باش ما نموتوش؟ العلم واحد الحاجه اللي مذهله، وطول متوسط لعمر الانسان بالقضاء ديالو على امراض خطيره اللي كتؤدي به الى الوفاه. ولكن رغم هادشي هذا كامل ما قدرش يلغي الحقيقه الاساسيه، واللي هي كل حي سيموت. ويمكن للعلم يأخر الشيخوخه، ولكن ما يمكنلوش يمنعها تماما. ويمكن للعلم ايضا يبدل شي عضو، ولكن ما يعطيش للانسان واحد الحياه الابديه. هنا كاين واحد الجدار كيصطدم به الانسان البشري كل ما تقدم في العلم، حدود الطبيعه البشريه. وهنا كيظهر واحد السؤال مهم: واش المشكله في العلم ان باقي ما وصلش لهذا التقدم هذا، ام ان الموت ليس مشكله علميه بل جزء من الوجود نفسه؟ الخلود اللي كاين في الدنيا كاين بقاء الجسد او الاستمرار الوعي او اطاله الحياه الى اقصى حد. ولكن حتى اذا تحقق هادشي هذا، واش غيمنح الانسان الطمانينه وتقدر تعيش 1000 سنه؟ ولكن واش عاد تكون فيها مزيان على طول ديك 1000 سنه كامله، ولا عاد تكون مريض، ولا عاد تكون بزاف د الحوايج؟ حتى اذا عشتي ديك 1000 سنه واش عاد غير لك الخوف ديالك او لا عاد تزاد لك؟ الدنيا ليست موطن خلود بل واحد الامتحان مؤقت. اما الخلود الحقيقي ففي الاخره، حيث لا مرض ولا شيخوخه ولا موت. وهنا كيتحول السؤال من كيفاش نعيش إلى الأبد إلى كيف أستعد للحياة الأبدية الحقيقية. وهذا الشيء راه فرق هائل بين واحد كيطارد الزمن وبين واحد كيفهم معناه، وهذا الشيء هذا في الإسلام. قبل ما يحاول الإنسان هزيمة الموت، حاول الإنسان القديم فهمه بالأساطير والفلسفة. بالنسبة للمصريين القدماء أو للفراعنة، الموت ما كانش نهاية بل بداية رحلة جديدة إلى عالم آخر. كانوا كيأمنوا أن الإنسان ما كينتهيش بالموت بل كينتقل لواحد العالم آخر. ولهذا الشيء بنوا المقابر والمعابد واهتموا بزاف بالتحنيط. علاش كانوا كيهتموا بالتحنيط؟ لأنهم كانوا كيعتقدوا أن الروح كتحتاج الجسد ديالها في العالم الآخر، فإذا فسد الجسد فسدت الروح أو تعطلت رحلة الخلود. ولهذا الشيء كنشوفوا أهرامات الجيزة ماشي مجرد قبور بل واحد المشروع ضخم لضمان العبور نحو الأبدية. وكان عندهم واحد المفهوم مهم بزاف اللي هي محاكمة الروح، كيتوزن قلب الإنسان أمام العدالة. إن كان نقيا نال الحياة الأبدية، وإن لم يكن ضاع. هنا الخلود ما كانش حقا للجميع بل كان مكافأة. الحضارة اليونانية كانت كتشوف الموت بواحد الأمر اللي مختلف. الآلهة ديالهم عندهم كانت خالدة، بينما الإنسان فلا. لهذا الشيء ظهر واحد التوتر دائم في الفكر اليوناني: الإنسان خصو يكون بحال الآلهة ولكن محدود بالموت. الأساطير اليونانية كان طلب الخلود أحيانا لعنة، بحال قصة تيتونوس الذي منح الخلود ولكن
نسي أن يمنح الشباب فعاش إلى الأبد وهو يشيخ بلا توقف. كأن الرسالة كتقول ماشي كل خلود نعم. أفلاطون كان كيتشوف بأن الروح خالدة في الأصل، وبالنسبة له أن الجسد مؤقت، فالواحد السجن مؤقت للروح، وملي كيموت الإنسان كتحرر الروح وكترجع لواحد العالم تسمى انذاك عالم المثل. فهو هنا ما كانش كيسقسي بانه واش هو خالد، بل كان كيقول في الاصل اننا خالد، ولكن نسينا ذلك. ارسطو كان اكثر واقعيه من افلاطون، ما ركزش على خلود الجسد بل على خلود عبر الاثار. كيركز ان الانسان كيعيش الحياه ديالو وكيترك موراه واحد المعرفه على اولاد او شي اعمال كتبقى من بعد الموت ديالو، وكانه كيقول ما تغلبش الموت بالجسد ديالك، ولكن ربما تقدر تهزمو داكشي اللي تركتي في العالم. وهذا الشيء اللي كنشوفوه حتى اليوم. ارسطو مات قبل 2000 سنه ولكن الافكار ديالو باقا حيه. واش هذا النوع هذا من الخلود ومن بعد هاد جوج الفلاسفه اليونانيين جاء سقراط وقال شي حاجه غريبه وعجيبه قبل الموت ديالو. قال الموت يقدر يكون اعظم حاجه او اعظم خير ولكن ما كنعرفوهاش. كأن المشكله ماشي في الموت بل في الخوف ديالنا منه. هنا اذا حللتي غتكتشف بان سقراط كان اكثر منطقيه من افلاطون وارسطو بجوج بيهم. حتى الموت ماشي مشكله في هذه الدنيا، بواحد الطريقه غتاديك للخلود الابدي في الاخره. السؤال في الاصل ماشي علاش كيخاف الانسان من الموت بل علاش كنرفضوه اصلا، لان الانسان كيشعر في الداخل ديالو بان الموت ضد الطبيعه ديالنا. حنا كنبنيو وكنبغيو وكنحلموا وكنخططوا للمستقبل، كأن في الداخل ديالنا واحد الصوت كيقول انا خلقت لابقى. لهذا كيظهر لنا الموت شي حاجه ماشي طبيعيه. وبالنسبه لنا كيفاش يمكن لهذا الوعي كامل وهاد الذكريات كامله تنتهي فجاه؟ اما هنا كاين واحد الحاجه اخرى، الانسان ما كيتعلقش بالحياه بل كيتعلق بالنفس. الان البشريه كترفض فكره ان تتحول من انا موجود الى كنت موجود، ولهذا الشيء كنحاولوا نقاوموا الموت بشتى الطرق، بالطب وبالانجاز وبالابناء وبالشهره. كاننا كنقولوا اذا ما قدرتش نبقى بالجسد ديالي فغنبقى بالاسم ديالي. ولكن هذا الرفض هذا يقدر يهز واحد المعنى اخر، يقدر يكون الانسان في الاعماق ديالو كيشعر بواحد الفكره بان الخلود ماشي وهم بل حنينا الى شيء خلق له اصلا. في الاسلام هذا المعنى واضح. رفض الانسان للموت قد يكون انعكاسا لفكره ان الروح لم تخلق للفناء بل خلقت للابديه، ولكن ليست هنا. ونظرنا على الروح ماشي للجسد. من أغرب محاولات الإنسان الحديث باش يهزم الموت ما يسمى الحفظ التبريدي. الفكرة كتظهر كأنها واحد الفيلم علمي ولا خيال. ملي كيموت الإنسان قانونيا كيبردوا الجسد ديالو أو لا أحيانا كيبردوا غير العقل ديالو أو الدماغ بشكل أصح، كيهبطوا درجة الحرارة ديالو بزاف. على واحد الأمل يجي واحد النهار ويتقدم العلم ويرجع الجسد ديالو للحياة. كاينين منظمات بزاف كيعملوا لهذا الفعل هذا، كاين بزاف الأشخاص دفعوا عشرات الدولارات فقط باش يمنحوا لراسهم فرصة في المستقبل باش يعيشوا فيه. هذا السؤال العميق، واش غينجح هذا الشيء هذا في الأصل؟ وعلاش كيعمل الإنسان هذا الشيء هذا اصلا؟ شنو هي الحاجه اللي كتدفع الشخص يقول حتى اذا مت اليوم غنستنى واحد 100 سنه اخرى لعل العلم ينقذني؟ هذا ماشي مجرد ايمان بالتكنولوجيا، هذا دليل على واحد الحاجه اللي اعمق، رفض داخلي لفكره النهايه. كأن الانسان كيقول من الموت تقدر تغلبني دابا ولكن ما نستسلم لكش من القدام. هو اصلا في الاصل ميت. وحتى اذا تطوروا بزاف ونجح هذا الشيء هذا غيبقى السؤال الفلسفي قائم دائما، واش رجعوا الجسد او رجعوا الانسان او رجعوا الوعي ديالو او رجعوا له عقل؟ ربما التجميد ماشي محاولة لحفظ الجسد بل محاولة لتجميد خوف الإنسان من الموت. كتشوف حال التجارب هادو أنا هادشي هذا كيضحكني، حيتاش الموت ماشي نهاية بل هو انفصال الروح عن الجسد، والروح دائما غتبقى خالد. في الإسلام شرح هادشي هذا كامل من البداية حتى للنهاية. لهادشي هذا فإن الخوف الإنسان كينبع غالبا من التعلق ديالو بداكشي اللي كيفنا ماشي بداكشي اللي كيبقى، يعني كيبقى معلق بالجسد ديالو ماشي بالروح ديالو. حنا ما كنبحثوش على الخلود حيتاش كنبغيو الدنيا، بل عندنا واحد الشعور في الداخل ديالنا كيقول انك خصك تعيش اكثر من هاد السنوات القليله اللي عاطين، وكأن الروح كتذكر دائما انها ماشي مؤقته بحال الجسد. الحضارات القديمه حاولت تهزم الموت بالتماثيل وبناء المقابر وتخليد الاسماء. ما الاسلام ربط الخلود بالمعنى والعمل والروح ماشي بالحجر او لا بالشهره. فالانسان ما كيتخلدش بالجسد ديالو، كيتخلد بالاثر ديالو. وهنا واخا دعيا مطر وتقدم في العلم فان علم الانسان راه محدود. وهنا كل ما عاد هرب من الموت كل ما عاد دائما خوفا منه. حاول ما امكن تذكر قوله تعالى انك ميت وانهم ميتون، يعني ما عاد هربش من الموت واخا تكون في قصور مشيد. وقوله الثاني سورة الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام.